اتفرجت على فيلم فلاش يا اخوانا، وبصراحة انا متغاظ فشخ وعايز اشتم، فسوري في اللفظ يعني. من النقاد بجد انا حرفيا عديت الهراء اللي بيقولوه كتير جدا، وابتديت اكون نوع من انواع الحقد والكراهيه تجاه الطبقه اللي عامله نفسها مثقفه او محنكه. اي فيلم ليه قاعده جماهيريه كبيره والناس بتحبه ومستنياه، تحس ان صناع الفيلم ده بيبقى عشان يقولوا ان الفيلم ده وحش ويدوا له تقييمات سلبيه ويوقعوه. الناس دي مش بتقول رايها في الفيلم، لا دول بيقولوا رايهم في الممثل وحياته، بيقولوا رايهم في المخرج، بيقولوا رايهم في الشركه، اي حاجه تخدم الاجندات عموما. طب ما احنا عارفين ان الممثل إزرا ميلر ممثل نوعا ما حقير في امريكا، ارتكب مجموعه من الجرائم هناك، مكروه جدا 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 لانه ساق تحت تاثير الكحول، خطف بنتين، اقتحم بيت واحده عجوزه، سرق منها شويه حاجات. راجل عبيط حرفيا، خد رحله كده من العته، كان بيشوط في اي حد قدامه قبل ما الفيلم ينزل، وحط شركه ورنر بروس ودي سي في مأزق، وكانوا هيلغوا فيلم فلاش بسببه اصلا. بس كل ده ايه علاقته بالفيلم اصلا؟ اتكلم عن ادائه في الفيلم، اتكلم عن القصه، انا ماليش دعوه بحياته الشخصيه. بس طبعا النقاد المحنكين ولاد ما بيعرفوش يفصلوا ما بين حياة الممثل الشخصية وأدائه نفسه في الفيلم، فتلاقي أغلب مراجعاتهم على روتن توميتوس بيتكلموا شوية عن الفيلم وبيقولوا رأيهم فيه، وبعد كده في الآخر بيجيبوا مقطع أو 3/4 المراجعة عبارة عن إزرا ميلر عمل وسوى واتسجن، وإزاي ورنر بروس لسه مشغلاه، وإزاي دي سي مش عارف عاملة معاه كده. لو دخلت على روتن توميتوس دلوقتي هتلاقي النقاد مدين للفيلم ده حوالي 70%، والجمهور مديهم 95%. شايفين الفرق الشاسع ما بين الرقمين؟ وعلى فكرة ال70% دي هتقل لان الفيلم لسه نازل، يعني لو 50 ناقد كمان قال رايه في الفيلم هتوصل ل 60 و50%. عارف بقى المشكله الاكبر وسط كل التقييمات دي ايه؟ ان هتلاقي ان اغلبيه النقاد البنات على روتن توميتوس عجبهم الفيلم جدا، والرجاله هم اللي بيوقعوه، رغم ان ده اصلا فيلم سوبر هيروز، يعني هو فيلم موجه للرجاله، لان الرجاله هي الفئه الاغلب اللي بتتابع الابطال الخارقين. ولاد خلوني افكر حرفيا ابقى نسوي من كتر ما انصاف الرجال اللي موجودين على الموقع ده مهتمين قوي بانهم يفرزوا الاجندات ويطبقوها اكتر من الفيمينيستات نفسهم. شفت كده ناقد بيقول لك احنا المفروض كنا ندي سوبر جيل مساحه ووقت على الشاشه اكتر من فلاش نفسه او زي فلاش. يا ابن فيلم اسمه فلاش منه ده هو اللي بيدور حوالينه الاحداث دي كلها، دي قصته اصلا. ما علينا عشان الواحد متعصب زياده عن اللزوم. نخش في الفيلم. قصة الفيلم باختصار بتتكلم عن فلاش باري دينا بيتفزع وامه بتموت وابوه هو اللي بيلبس الموضوع ده. فلاش فاكر كل ده، ماضيه بيطارده، وحدته ويأسه بتخليه يفكر يرجع بالزمن ويغير حاجة في اليوم اللي ماتت فيه امه، يحط لها علبة طماطم في الليستة اللي بتشتري منها مكونات في السوبر ماركت، وبكده ينقذ عيلته. وهو بيرجع بالزمن للماضي بيصنع خط زمني جديد، خط زمني امه لسه فيه عايشة وابوه ما اتسجنش، ونسخة من نفسه عايشة معاهم حياة سعيدة. بس المشكلة في الخط الزمني ده مفيش اصلا ابطال خارقين، مفيش ميتا هيومنز، اللي موجود هو باتمان مايكل كيتون، نسخة باتمان القديمة في التسعينات، وموجود برضو سوبر جيل بنت عم سوبرمان اللي محبوسة في سجن روسي، ومهمة فلاش ونسخته باتمان مايكل كيتون انهم ينقذوها عشان يوقفوا تهديد على الكوكب بعودة الجنرال زود. ما تقوليش حرقت، كل ده حرفيا بيحصل في اول تلتاية في الفيلم، وموجود حرفيا في الاعلان، وهتلاقي منه نبذة كمان على موقع IMDb. طب يا اخوانا، مايكل كيتون باتمان كان حرفيا من افضل الحاجات اللي كانت موجوده في الفيلم ده يا جدعان. انا كنت فاكر ان في الاول وجوده مجرد لعبه على النوستالجيا او فان سيرفيس، بس حصل العكس. الكتاب اهتموا جدا بقصته، لحموه في الاحداث بشكل حلو، ورونا جانب منه عمرنا ما شفناه في الافلام القديمه، لعبوا على سنه بشكل حلو قوي يا اخوانا. النسخه دي من باتمان عجوز ضعيف جدا، جرامبي او زي ما بتقول كده جدك اللي كل شويه يشتم كل اللي حواليه، مش طايق حد قدامه وعمال يشوط في الكل. قرر انه يعزل نفسه عن العالم، وحاسس باليأس انه رغم طول السنين اللي كان فيها بطل، حاسس انه ما غيرش حاجه او ما كانش جزء في ان العالم ده يكون مكان افضل بسببه. ده غير ان بسبب عجزه ده بيخليه نوعا ما شرس، بيجازف بحياته كتير جدا، عنيف بشكل مبالغ فيه على المجرمين. كان في مشهد طبق فيه مقوله انا مش هقتل بس هكسر عظم وشك واخليك حرفيا قاعد عاجز ومشلول لدرجه انك بتاكل اكلك بمصاصه من كتر اللي هعمله فيك. لا انا بعشق باتمان مايكل كيتون يا اخوانا، بالنسبه لي اصلا هو الباتمان المفضل بعد باتمان كريستيان بيل، لان للاسف الشديد باتمان بين افليك ما خدش حقه خالص في عالم دي سي السينمائي. وده يدخلنا يا معلم في سوبر جير. بص دي حرفيا افضل نسخه من سوبر جيل شفتها في حياتي في كل افلام الكرتون وفي المسلسل الفاكسان بتاعها. مش هكدب عليك، انا بكره شخصيه سوبر جيل الشقره الكيوت اللي بتلبس بيجامه وبتقعد مع صاحباتها البنات يقعدوا ينموا ويتكلموا عن الرجاله، الشخصيه اللي بتلبس فساتين قصيره وتحس انها طالعه من انمي ياباني.
بقى عايز اقوم اكسر عظمه والشهم من الكيوتنس المصطنع اللي هي عايشه فيه. النسخه دي من سوبر جير بامانه مش هتخليك اصلا تفتقد سوبرمان، نسخه بتعكس مقدار قوتها. وده يدخلنا في بطلنا الرئيسي باري ألان اللي بيقوم بدوره الممثل إزرا ميلر. إزرا ميلر مثل في الفيلم ده كما لم يمثل من قبل. الراجل ابدع في الدور بالمعنى الحرفي للكلمه، شخصيه فلاش متركبه عليه. اعظم حاجه عملها الكتاب ودي تخليني اقوم اسقف لهم انهم استغلوا نسختين فلاش صح وخلوهم عكس بعض. بمعنى فلاش في الافلام القديمه كان كوميك ريليف، كان موجود عشان الضحك، فهم عشان يوزنوا القصه خلوا فلاش النسخه الجديده زي ما هو مزعج بتعليقات عبيطه، ونسخته اللي احنا بقى متابعينها خلوه جاد وصراعه بيطور شخصيته وبيعلق الجمهور اكتر بيه. لعبوا على النوستالجيا بطريقه حلوه جدا يا اخوانا. جمل قديمه كان بيقولها باتمان مايكل كيتو في افلامه القديمه في التسعينات اللي انا كنت بتفرج عليها وانا طفل، بقى يقولها دلوقتي في الفيلم، وكانت جمل ايقونيه بالمعنى الحرفي للكلمه. ضيوف شرف بيمثلوا حنين ابن لذينه للطفوله، تفاصيل واستر اكس كتير من افلام دي سي القديمه. ده غير عشان القصه مقتبسه من كوميكس فلاش بوينت، فهتلاقي تفاصيل او اجزاء كتير جدا مقتبسه من المجله، ودي حاجه حلوه قوي للناس النيرد اللي بيحبوا الكوميكس زيي. المعارك كانت ملحميه واللحظات الدراميه كانت مؤثره جدا وبتوزن القصه بشكل مثالي. بالنسبه لي الفيلم نجح جدا في انه يقفل عالم زاك سنايدر، بس في نفس الوقت خلاك تفكر لو كان زاك سنايدر كمل في العالم السينمائي بتاعه كان هيبقى عظمه، كان هيبقى حلو بالشكل ده. هل الراجل ده اتظلم من شركة وارنر بروس؟ لان الفيلم ده نوعا ما خلاني حزين اني مش هشوف دول تاني مع بعض، بس عندي امل ان شاء الله جيمس جان هينجح في عالم دي سي السينمائي الجديد وهيبني عالم قوي ومترابط يكون كفيل انه ينافس مارفل ويعلي عليها كمان الفترة الجاية. اخر حاجة عايز اتكلم عنها هي النهاية ما اكدبش عليك كانت حلوة بس ما حسيتش بالذروة، حسيت بشكل بسيط بالكروتة، حسيت ان النهاية كانت المفروض يبقى فيها اكتر، ودي اعتقد مشكلة الاكوان الموازيه والخطوط الزمنيه انها بتخلي الكاتب في حاله من الفوضى وبتجبره ياخد قرارات متسرعه عشان النهايه تكون منطقيه. لان حوار السفر عبر الزمن ليه قوانين كتير جدا في عالم السينما، لو لعبت فيها كتير الناس هتقولك بلوت ارمور وانت قفلت القصه بشكل غير مفهوم عشان اتزنقت. بلس بصراحه المؤثرات البصريه ما كانتش اقوى حاجه في الفيلم ده، اوقات كتير جدا كانت باينه انها مزيفه مش راكبه على الصوره، تحس انها غريبه كده على عينيك. يعني مثلا كل ما فلاش ونسخته يجتمعوا مع بعض بتحس ان في واحد فيهم مزيف وانهم مركبين وش الممثل على دوبلير. الانفجارات برضو لما فلاش بيخش السبيد فورس وبيجري باقصى سرعته كانت برضو مش واقعيه. يمكن عشان احنا دلوقتي في 2023 وبقينا نشوف افلام كتير جدا المؤثرات البصريه فيها فوق العظمه، زي فيلم مثلا افاتار وافلام مارفل كلها ما عدا المرحله الرابعه لانها كانت زفت برضو، فعينينا اتعودت ان الحاجات دي طبيعيه او واقعيه، فبقينا نلقط اي عيوب في السي جي اي بسرعه. ما علينا، فيلم فلاش عظمه يا اخوانا، ما تسمعوش خالص كلام النقاد لان انا حاسس انهم بيتعنصروا اصلا على دي سي، لان ما نكدبش على بعض النقاد دول ادوا الفيلم كابتن مارفل ومسلسل شي هالك ومسلسل ميس مارفل حوالي 90%، اما فيلم فلاش اللي هو احسن منهم 100 مره بيدوله 70%، فده يخليك تشك نوعا ما انهم مش محايدين، خصوصا ان فيلم فلاش تحسه قريب قوي من فيلم سبايدر مان نو واي هوم، بيلعب على النوستالجيا، في ملحمه قويه، البطل بيعاني، في صراع وتطور في الاحداث لغايه نهايه دراميه نوعا ما ومؤثره جدا. فازاي فيلم سبايدر مان تدوله تقييم عالي قوي والفيلم ده بيقدم تقريبا نفس الملحمه بشكل مختلف مش مكرر او مقلد من سبايدر مان؟ بس كده تقييم يا معلم لفيلم فلاش هو 9 من 10. استمتعوا بالفيلم، والاهم من كل ده اللي دخلوا يقول لي رايه في الكومنتات، واللي ما دخلوش هل هو متحمس يشوفه ولا لا. وكالعاده ما تنساش تقول لي رايك، تعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اعمل لي فولو على الانستا هتلاقيه في وصف الفيديو، وبيس.